احنا عندنا مشكلة جديدة في الجيل الجديد، ان احنا ما بقيناش كأهالي بنربي لوحدنا. احنا مين بقى يربي معانا؟ السوشيال ميديا والأصحاب. دايما بنصح الأهالي ان هم دايما يختاروا الأصحاب لولادهم. لازم ابقى عارفة مين أصحابهم والبيئة المحيطة بيهم، لان من غير ما اكون مركزة في ده فانا ما بقيتش اربي لوحدي. ادي ده رقم واحد. رقم 2 والاهم والاكبر اللي بقى واكل عقلنا كله، السوشيال ميديا. ليه؟ لان انا عندي السوشيال ميديا، اي حد طالع دلوقتي على التيك توك ولا طالع على السناب شات ولا طالع على الانستجرام ولا طالع في اي حتة وفي رينج لايتس وعاملة بودكاست ولا عاملة اي حاجة، هتقول اي حاجة هيصدقوها عن انهم يصدقونا احنا. طب ايه السبب؟ هل ده بسبب ان احنا كبرنا في السن؟ هل بسبب ان احنا مش قادرين نواكب العصر؟ هل بسبب ان احنا مش عارفين ان احنا نشوف الدنيا بقت ماشية ازاي؟ ابدا خالص. انا مش عايزة اي حد خالص يشك في نفسه، يشك في مقدرته، ولكن بطلب من الأهالي إن هم يحسنوا الطريقة اللي بيتعاملوا فيها مع الأولاد. حتة الأوامر دي، النفس بطبيعتها البشرية ما بتحبش أبدا إن انت يبقى عندك أوامر، بتحب إن انت تسيسيها تهوديها. فاللي بيطلعوا على السوشيال ميديا مش بتدي أوامر، بتعتبر كأنها بتدي نصيحة. فطبعا الطفل او البالغ او اي حد الله دي طالعه موضه انا هروح استخدمها، الله ده اندر اي كونسيلر. طب 8 سنين بتحطي اندر اي كونسيلر تحت عينيكي ليه؟ ليه انا ممكن اكون بستخدم ميك اب مثلا او حاجه انا اقول لا 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 لو استخدمتي ده هيبوظ لك جلدك وهيعمل لك، وانا كأم وكخبره وكحد عاش سنين كتيره عارفه ان كل ده هيأثر، الاقي انه البنت ما بتسمعش كلامي خالص ورايحه تسمع كلام حد تاني غيري تماما. اول نصيحه احب ان انا دايما اقولها هي ان انا لازم يبقى عندي حاجه اسمها consistency. يعني ايه consistency؟ ان انا دايما عند رأيي. الطفل او البالغ او اي بني ادم لما بيلاقيكي بتغيري قراراتك على طول بيشك فيها، وبالتالي ما بيثقش فيكي. فلما ما يثقش مش هيرجع لك تاني. لكن طول ما انا consistent in my decisions، consistent وفي كل حاجة انا بقولها، هيرجع تاني ليا. طيب هيكتشف انه كل اللي بيحصل بره ده ما غلط، هيكتشف انه يا ريتني كنت سمعت كلام ماما، بس عمره ما هيجي يقول على فكرة انا اكتشفت انه ده غلط. مش هيرجع يقول ده، بس ممكن يرجع تاني ويقول لك مثلا انا وحضرتك كنت قلت لي على الموضوع ده ان انا كنت اعمل ايه. فما تروحش تتريق بقى. الكارثة اللي بتحصل انه الاهالي اول ما الاولاد ما بيرجعوا لهم تاني في نفس التوبيك بيروحوا متريقين على طول. مش انا قلت الكلام ده من الاول؟ مش انا كان المفروض يتسمع كلامي من الاول؟ انتوا حرين، انتوا ما بتسمعوش الكلام. لا. ليه؟ لان احنا هنتريق عليهم، هنخليهم ايه؟ ما يرجعلوناش. عايزين نكون احنا دايما محل الثقة عندهم، محل الامان عندهم، النصايح يجي ياخدوها من عندنا. فيبقى رقم 1 ان انا يبقى عندي consistency، ثبات في الرأي ومش هغير رأيي، اكون دايما عند نفس قراري ونفس نصايحي الصحيحة. رقم 2 ان انا اكون هادية في طريقة الكلام، ما بقوش دايما بصيغة الاوامر وبصيغة ان انا على طول بزعق وان انا الكنترول. ليه؟ هو سبب من اسباب ان هم اصلا راحوا في الاول ودوروا على حد تاني، هما انه انتي او انت كأب أو كأم في البيت بقيتوا عنصر الكنترول، بقيتوا عنصر الغلاسة، بقيتوا عنصر ان انتوا القوة واللي على طول ماسكين كده مأيدين حريتي. انا عايز الحرية، فاروح لبره واشوف بره واشوف الدنيا بره فيها ايه واسمع كلام بره. ليه؟ انا بكتشف. حلو، خليهم يكتشفوا، مش غلط. ما احنا اتعلمنا ازاي؟ احنا مرينا بأوقات صعبة، مرينا بفقدان، مرينا بعدم سماع كلمات. مش هينفع كل خبرتنا في الحياة نحطها في كبسولة ونديها لهم ونقول لهم اشربوا المية وخلاص انتوا كده هتبقوا زينا. لازم هم كمان يتخبطوا كتير لغاية لما يلاقوا.
فالسر في الموضوع كله ان احنا نثبت to be calm enough انه لما هم يرجعوا لنا تاني يلاقونا عند مكاننا في الحتة اللي هم سابونا فيها، بل بالعكس ومرحبين انهم يرجعوا لنا تاني.